أهلا بكم. اليوم بنغوص في محتوى من مصدر واحد بس، مقطع فيديو على يوتيوب عنوانه الرئيس اللبناني من داخل القصر الرئاسي بالجزائر: لا نتدخل في شؤون الدول الشقيقة، والمغرب دولة شقيقة. يركز على تحليل زيارة الرئيس اللبناني للجزائر، والمعلق في الفيديو بيعتبر إن في زي إحراج حصل للرئيس الجزائري، خصوصاً في النقط اللي ليها علاقة بالمملكة المغربية. فمهمتنا النهاردة إننا نفهم الأفكار الأساسية اللي بيطرحها التعليق ده. خلينا نحلل الموضوع ده سوا. أهلا بيك. فعلا المصدر ده بيقدم وجهة نظر محددة جدا لتصريحات دبلوماسية، وطبعا ده في سياق العلاقات بين الجزائر والمغرب ولبنان. فإحنا هنبص على الادعاءات الأساسية للمعلق ونقارنها بالكلام الفعلي اللي اتقال، مقتطفات خطاب الرئيس اللبناني الموجودة جوه الفيديو نفسه. تمام. المصدر بيقول إن الرئيس اللبناني أحرج نظيره جزائري 3 مرات في الزيارة دي. الإحراج الأول حسب كلام المصدر كان لما الرئيس اللبناني كأنه اشترط عدم الكلام في ملف الصحراء الغربية. الملف ده طبعا معروف إنه حساس جدا، يعني الجزائر بتدعم جبهة البوليساريو والمغرب بتؤكد سيادتها على المنطقة. فدي النقطة الأولى. صحيح. والنقطة التانية اللي المعلق اعتبرها إحراج هي تصريح الرئيس اللبناني نفسه لما قال نحن لا نتدخل في شؤون إخوتنا. الكلام ده المعلق في المصدر فسره كأنه رسالة موجهة للجزائر بالتحديد، إشارة كده للعلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب. وهنا بقى الموضوع بيبقى شيق أكتر. الإحراج الثالث، وده اللي المصدر بيوصفه إنه الأكبر، حصل لما الرئيس اللبناني شكر المملكة المغربية بشكل صريح وهو جوه قصر المرادية في الجزائر. والمعلق بيقول إن دي أول مرة كلمة المملكة المغربية تتقال بالشكل ده في المكان ده بالذات. طيب المهم هنا بقى نرجع لكلام الرئيس اللبناني الفعلي، اللي معروض في الفيديو نفسه. الرئيس اللبناني في خطابه أكد على العلاقات التاريخية العميقة بين لبنان والجزائر، وشكر الدور الجزائري اللي دايماً بيدعم لبنان على مر التاريخ. طيب والمغرب اتذكرت إزاي في السياق ده تحديداً؟ هو ذكر دور الجزائر بس ضمن إطار عربي أوسع، هو أشار للجنة العربية العليا. اللجنة دي كانت بمشاركة السعودية والمغرب جنب الجزائر، واللجنة دي هي اللي جهودها وصلت لاتفاق الطائف. وهنا لازم نفتكر إن اتفاق الطائف ده كان الاتفاق المحوري اللي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، فالإشارة هنا جاية في سياق تاريخي ودبلوماسي معين. تمام. طيب وباقي الخطاب اتكلم عن إيه تاني؟ الرئيس اللبناني كمان دعا للتضامن العربي، وشدد على مبدأ مهم وهو عدم التدخل في شؤون الدول التانية إلا على كلامه بالمؤازرة على خير كل منى. واتكلم كمان عن مجالات ممكن يحصل فيها تعاون بين لبنان والجزائر، زي مثلا الطاقة والاقتصاد وإعادة الإعمار. وطبعا أكد على مركزية القضية الفلسطينية واعتبرها ممر إلزامي لسلام عادل وشامل في المنطقة. إذن الواضح إن المصدر بيركز قوي على أي ذكر للمغرب، حتى لو كان في سياق تاريخي زي ده، وبيفسره من خلال عدسة التوتر اللي موجود دلوقتي بين الجزائر والمغرب. بالظبط. الخطاب الرئاسي نفسه زي ما هو معروض في المصدر بيتكلم عن وحدة عربية وتعاون تاريخي، وذكر السعودية والمغرب مرتبط بتاريخ لبنان نفسه، اتفاق الطائف. لكن المعلق في المصدر اختار انه يفسر الذكر ده وكمان تصريح عدم التدخل من زاوية تانية خالص، زاوية التنافس الإقليمي اللي حاصل دلوقتي، واعتبر ان دي رسائل سياسية مباشرة ومحرجة للجزائر. طيب يبقى إيه الخلاصة من كل ده؟ يبدو إن المصدر ده بيورينا إزاي ممكن التصريحات الدبلوماسية تتفهم وتتأول، حتى لو كانت تبدو عادية أو تاريخية، بتتفسر من خلال منظور الصراعات والتوترات السياسية اللي بين الدول دي. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم ونخليه للمستمع يفكر فيه. يا ترى التفسير ده للغة الدبلوماسية بيعكس قد إيه حقيقة النوايا أو الواقع الفعلي للعلاقات بين الدول؟ وقد إيه هو بيعكس في الأساس وجهة نظر المحلل نفسه أو المراقب، اللي هي أصلاً متشكلة بسياق الجيوسياسي اللي هو جاي منه؟ نقطة محتاجة تفكير فعلاً.